بطل تشتري الحاجة عشان هي رخيصة او عشان عليها اوفر. مش قادر اقول لك كام مرة اشتريت حاجة عشان كان عليها خصم او عليها اوفر وندمت على طول بعديها، وكام مرة اشتريت الحاجة بسعر اعلى وقعدت معايا سنين. وده لو فكرت فيها من وجهة نظر الشخص اللي بيبيع، هتلاقي ان الشخص اللي بيبيع بالرخيص ما عندوش الامكانية او ما عندوش الوقت ان هو يقعد يفكر ازاي يحسن من المنتج بتاعه وازاي يطور منه، في حين ان الشخص اللي بياخد المبلغ او الربح اعلى بيقدر ان هو يطور من المنتج ده ويفكر ازاي فعلا ان هو يبدع وان ازاي الناس تستفيد اكتر من المنتج بتاعه ده. كمان الحاجة لما تبقى عليها خصم، انت فكر من دايما، حط نفسك في المكان الراجل صاحب او الشخص صاحب البيزنس ده او صاحب العمل ده اللي بيبيع لك الحاجة. هو دلوقتي ليه هيحط خصم على المنتج لو هو بيتباع؟ طبيعي ان الحاجة اللي عليها خصم دي معناها ان مفيش حد رضي يشتريها، ففي النهاية اتبقت، فاضطر ان هو يحط عليها خصم عشان يعرف يبيعها. فدايما لما تيجي تشتري حاجة ما تركزش على السعر، ركز على القيمة. السعر هيديك حاجة مش هتعيش معاك وممكن تدفع قليل في الاول بس بعدين هتتكلف كتير. ركز على القيمة. القيمة هتخليك تدفع حاجة بسيطة زيادة في الأول ولكن هتوفر كتير بعدين. طبعا الكلام ده للي يقدر يتحمل، لو انت دلوقتي ما تتحملش دي قصة تانية.